ليش عم تبكي خالتي؟ صلي على النبي. ان شاء الله اهل الخير بتكفلوا فيه وبيرجع طبيعي مثله مثل اي شاب. بلكي قبل حفوضة. يلا يلا. السلام عليكم. شو لك خالتي، شلون صحتك؟ الحمد لله. ايش اخبارك؟ الحمد لله. شو ان شاء الله بخير. والله الحمد لله. اول شيء احكي لي قد ايه صار لكم هون بالمخيم؟ صرنا 6 سنين. 6 سنين بنفس المكان هون؟ ايه وبدور فيه والله من عن جد لا بدور فيه. جايين لقصة الشاب. من وين حضرتكم؟ من حيان. اهلا وسهلا فيكم. احكي لي قصته لرياض، ايش معه رياض؟ والله رياض من عند يعني جينا لهون وسويت له عملية قبل بحلب يعني. ورياض من الولادة معه تشوه ذكوري فينا نقول، مو هيك؟ ايه احكي لي قصته. سووا له عملية قال بده بعد 3 سنين بده اولي. تمام. وراحت ما في دوم ما في مصاري، وجينا بعدين صار هالنزوح وجينا لهون. كان عمره 6 سنين 7 سنين. تمام. ايه وضلنا ندور فيه. ضليت صار لي هلا صار 3 مرات رحت على تركيا وما يعني حلو على العملية بتركيا. خطة على قطنة. والله قال بده قطنة. ايه قطنة بده. صار عمره 18 ما كانوا يسووا له. شروني قنينة الدواء ب 400 و400 مترجم ما كسب شيء. قديش ضليت بتركيا؟ ضليت شهر ونص ورجعت على مصدر بالشتاء. طيب ايش السبب اللي ما عملوا له العملية؟ ما كانوا يعملوا له. قال ما هي عنده. رجعوا بيحالوني على مشفى شاهير كمان بده مصاري وما. ضليتي فترة شهر ونص بتركيا بعدين رجعتي لهون؟ رجعت. قبل ضليت 6 شهور ما استفدت شيء. 6 شهور بتركيا؟ بالزلزال عم نول كله زلزال هونيك. اشغله واصرف عليه. تشغله تاخذه على المشفى لحتى تصرفي عليه. اي والله. شلون عم تدبروا اموركم هون اول شيء؟ الحمد لله يعني والله الحمد لله عندي هذا. بس ما عندكم امكانيه لدفع تكاليف العمليات؟ يعني سالت تركيا فيه بس بده مصاري. ما في امكانيه انه يرجع طبيعي مثله مثل اي شيء؟ برجع. مساوين لاني قبل فيه بالنظام مساوين. نجحانه العمليه؟ نجحت. نجحانه. تمام. كم عمليه بده هو؟ 3 عمليات. قديش كلفة العمليه؟ والله ما بعرف يعني كمعدل وسطي قالوا لي $500 مو هيك؟ عمنا ولا اكثر او اقل؟ يعني قالوا لي بتكلف 10,000 12,000. عمنا والمترجم قال لي قلت 12,000 تركي؟ كل عمليه؟ تمام. قلت له انا كون هلا مسويت العمليه بالمصاري كان سويت له حطيت مصروف انا كله روحان جايين على كلس واخذ حالي واجي كل اسبوع. والله حطيت بيجي 12,000 شغله ومن هون ومن هون اهل الخير تحننوا علينا وما استفدت شيء. ورجعنا رحنا امبارحه نفس الشيء كمان نفس القصه بدكم مصاري وما في امكانيه، ظروف معيشيه صعبه. يعني رقضنا 1000 ورق انا ما عجت سعر 1000 للتنويه بس. رياض عنده بسطه بيشتغل عليها وبيبيع. شو بيبيع رياض؟ بيشتغل معه عامل البسه بيوميه 50 ليره تركي باليوم. 20 ليره 20 ليره عم بيشتغل رياض. 20 كل اسبوع. ايش عم تعمل 20 ليره بالايام؟ ايش عرفني ما في ادوب حق خبزات مو هيك؟ نجيب خبز ربطين خبز فيا والله. بس ليش عم تبكي خالتي؟ صلي على النبي. ان شاء الله اهل الخير بتكفلوا فيه وبيرجع طبيعي مثله مثل اي شاب. بلكي قبل حفوضه. رياض بتحطوا له حفوضات. ابيعاني كمان من الحفوضه. ما بيحسب بمشي بلاها. ما بحسن ليل نهار. الله ايام ب 80 ليره بشتري الكيس الحفوضات 100. ما حدا بيدعمكم باي شيء بالنسبه؟ في بيجونا كل شهر بس ما بتقضي لان ما بتقضي. كل يوم بده صبح وبالنهار 3 مرات 4. قديش عمره رياض؟ صار 18 سنه. 18 سنه وبيحط حفوضه. طبعا مثل ما شفنا هذا هو وضع الشاب رياض. طبعا ودموع الخالق هي بتحكي عن الوضع اللي عم يعيشه ابنه. بتمنى من اهل الخير ومناشده خاصه انه نجري العمل الجراحي للشاب رياض لحتى يرجع انسان طبيعي ويكون مثله مثل اي شاب. لا تنسوا تدعموا رياض، والسلام عليكم ورحمه الله.